السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. لو عندك لبن قاطع اوعي اوعي ترميه. اللبن القاطع طلع خير في البيت والله زي ما بقول لكم كده. والنهاردة هنعمل منه حاجة ما كنتش اتخيل ابدا انها تتعمل من اللبن القاطع، وجميلة وزي الفل، وهعملها معاكم بكل الخطوات. وكمان ليه استخدامات كتير جدا هقولها لكم واحنا شغالين مع بعض في الفيديو. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واكتبولي بتستخدموا اللبن القاطع عندكم في ايه. دلوقتي انا جبت مصفى وحطيتها في قلب حلة او حطيها في قلب طبق او اي حاجة بس تكون على مقاسها، لان دي غلبتني شوية. وحطيت فيها، عارفين الطرح التل او شاش او اللي هي القماش الشاش ده او اي حاجة مليانة خروم كتير. تمام، انا استخدمت هنا في الفيديو طرحة تل، كانت بيضة وغسلها كويس جدا. دلوقتي هاجي بحدد الحواف بتاعة اللبن القاطع. اللبن القاطع ده انا عرفت ان هو قاطع بعد لما غليته. تمام، في اختبار مهم جدا تعرفي اللبن قاطع ولا مش قاطع من قبل ما تغليه. ازاي بقى؟ بتجيبي معلقه صغيره معلقه كبيره وتمليها من اللبن وتحطيها على عين البوتاجاز، ولو لقيت سيبيها تغلي، لو لقيتيها فصلت جبنه عن ميه اعرفي ان اللبن ده قاطع، لقيتيها ما فصلتش يبقى اللبن بتاعك كويس. دلوقتي انا فضيت كل اللبن القاطع في الطرحه التل اللي عندي ورشيت عليه شويه ملح. انت براحتك طبعا، حبه ملح مش حبه، حبه زياده حبه قليل اللي يريحك. ودلوقتي هبتدي ان انا اقلبها مع بعضها. لو وصلتوا لهنا في الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس. زي ما قلتلك اما تيجي تعمليها استخدمي المصفى على قد الحله او الطبق اللي عندك عشان ما تغلبكيش بس. دلوقتي هبتدي ان انا امسكها هعصرها كده بايديا اخليها تنزل الميه اللي فيها. طبعا لو عندك الحصيرة اللي بيستخدموها في الأرياف تقدري تستخدميه. دلوقتي انا هسيبها مش هحط عليها حمل ولا اي حاجة، هسيبها حوالي ساعتين 3 بس تصفي المية بتاعتها من غير ما احط عليها اي حمل. يعني انا عايزاها بس ايه بخيرها كده فيها شوية من الشرش كده. تمام، وبتطلع جامدة ومتماسكة. عرفتوا هنعمل ايه كده باللبن القاطع ولا لسه معرفتوش؟ عملنا من اللبن القاطع احلى جبنه بخيرها. عايزه اقولك طعمها تحفه، والله العظيم طعمها جميل جدا جدا جدا. واستفدتي من اللبن، وحتى الشرش ده اللي طلعناه مش بيترمي، بتعملي بيه معجنات، بتعملي بيه بيتزا، ليه استخدامات كتير. ودي الجبنه اللي طلعناها معانا والله العظيم عايزه اقولك ان طعمها تحفه، وكانت تجربه ليا. يعني انا اللبن قطع ما حبيتش ان انا ارميه طبعا، يعني الحاجه غاليه واكيد ليه استخدام. رحت جربت الاستخدام ده وطلع معايا جميل جدا، واللي داقوا الجبنه قالوا لي ان هي تحفه ومحدش يتخيل ان هي من لبن قاطع. كده بديها يعني شكل الشكل اللي بيبقى في الجبنه الفلاحي او الجبنه القريش. ودقتها والله العظيم جميله جدا. يبقى احنا عملنا من اللبن القاطع جبنة بخيرها جميلة جدا ودايبة في البق، وكمان مش ناشفة لان احنا ما حطيناش عليها حمل واحنا بنصفيها. وبصي بتتفرك معايا ازاي، تحفة. السلام عليكم.